السلام عليكم ورحمة الله. إذا كاين اللي غيقول مثلا قبل ما نبداو نوضح واحد النقطة. كاين اللي غيقول مثلا شنو العلاقة ديال الموضوع بالمواضيع ديال القناة. القناة يعني قناة مستاجي كتهتم بعلم النفس يعني والفروع ديالو. كاين علم النفس الاجتماعي وكاين علم النفس السياسي إلى آخره. إذا اليوم غنتكلموا على التحليل ديال الجمهور وكيفاش كيفكر وكيفاش الإعلام كيوجه الجمهور. آه، كما لاحظتوا أن المنتخب الوطني يعني حقق بزاف ديال الإنجازات يعني مؤخرا. يعني فاز على يعني مؤخرا فاز على إسبانيا والبرتغال إلى آخره. إذا لاحظتوا أن العالم كله يعني كيشجع المغرب وكيحتفل به والعالم العربي بصفة خاصة. إذا ولكن كاين واحد الدولة يعني هما جيران للأسف الشديد اللي كيورينا الإعلان أنهم كيشجعوا ديك الدوله اللي كتكون مثلا كنلعبوا معاها حنا. يعني ما كيشجعوش مثلا البلد اللي هو جار لهم يعني في الجغرافيا وكذلك يعني خوتنا في الاسلام في كل شيء في اللغه الى اخره. اذا هذا الشيء اللي كيورينا الاعلام واش هو حقيقي واش بصح ولا لا. يعني مثلا كنا لاعبين مع اسبانيا او البرتغال. يعني قبل ما كيبلغ يعني الماتش يعني كتلقى مثلا الشارع يعني الجزائري كيوصف باللي اولا كيقول وكيعطي الراي ديالو في المنتخب المغربي وكيقول باللي يعني راه ما غاديش يربح مع البرتغال حيت البرتغال يعني هو يعني عنده منتخب كبير والى اخره وعالمي. اما المنتخب المغربي باقي صغير وما فيه الدول. اذا هذا الكره هذا هو كاين يعني في الجذور ديال الانسان. يعني كاين في الجذور ديال الانسان الجزائري. وشكون اللي غرسه هو الاعلام. اذا حنا حاليا باقي يعني رجال كيقولوا باللي حنا خوت يعني السياسه مفرقنا ولكن كاين الاخوه ديال الدين من الاسلام وهذا الموده. اذا مادام كاين هذا الرجال ومادام كاين هذا يعني هذا الاشخاص اللي عندهم هذا الفكر اللي مزيان ومثقف. اذا حنا في امان الله وحفظه. ولكن المشكل ماشي دابا، المشكل هي من بعد. يعني ملي مثلا غيدوز واحد الجيل مورا جيل. هذا الجيل اللي غيجي غيلقى نفسه مأصل فيه واحد الكره من هذا البلد. يعني كلا الطرفين يعني احنا المغاربه هذا الجيل اللي ماجي غتلقاه فيه واحد الكره ما غارس تجاه الجزائر والجزائر كذلك يعني الشعب. اما حاليا كل شيء كيقول يعني هي السياسه اللي فرقتنا اما احنا اخوه وداك الشيء. يعني هذا الشيء كامل يعني نفتخروا به. ولكن من بعد شنو غيوقع من بعد؟ حيت الاعلام كيركز على اللاوعي ديال الانسان. انت كتسمع يعني مثلا ملي غيبين لك انت غير الجانب السيء ديال هذه الدوله. الاعلام مثلا الجزائري كيبين غير الحاجات اللي ماشي مزيانين في المغرب. آه، دائما كيحاول يخلي الشعب يكره الشعب المغربي بشتى الطرق. عمل جميع الطرق. ها هما كيحسدونا كيفعلونا كيخطوا يعملونا شي حاجه حتى وصلوا لدرجه ملي ما بقى والو يعني يرجعوا كيقولوا باللي هذوك ماشي ما بقاوش خوتنا وحيتاش يعني طبعوا مع اليهود الى اخره. يعني التطبيع مع اسرائيل. شنو العلاقه ديال التطبيع ديال اسرائيل مع اننا نكرهوا واحد الشعب اللي هو جار وخوتنا في الاسلام الى اخره. حاليا السياسه يعني كتقام على لا من كتقام السياسه حاليا على المصلحه. اذا انا واخا العدو ديالي اعداء الا شفتي في المصلحه راني انا معك اتفاقيات وانا معك بزاف ديال التشاركات. اذا السياسه مصلحه بلا ما نقولوا بلي مثلا المغرب ملي من العلاقات مع اسرائيل اذا هو رجع يهودي. لا، هي قضيه مصلحه تعاون. استفد مني نستفد منك. هذه هي الحياه. هذا جعل الله الحياة وهذه هي سنة الحياة. إذا نقول إخواننا الجزائريين يعني الإعلام كيحاول يبين الجانب السيء في الشعب المغربي وكيحاول ينقص من القيمة ديالو باش هو باش الإعلام يعني كيخدم أجندات يعني داخل الجزائر. يعني كاين ناس مور هذا الإعلام اللي باغيين فعلا الشعب يكره هذا الشعب ويبقاو ملهيين غير مع بعضيتهم. الشعب المغربي ما بقاش مزيان الى اخره ويبقاو يطعنوا ببعضيهم. هذا هو الهدف غير الالهاء. اذا علاش هذا الكره هذا كامل؟
علاش ما نشجعوش إذا مثلا المنتخب يتعتبر بحال المنتخب ديالك، يعني منتخب جزائري، علاش ما تشجعش؟ او من الاحسن الا مثلا ما قدرتيش تشجع بلا ما تقول شي كلام ولا تزايد في شي هضره. اذا دازت مباريات اخرى كنتو كتشجعوا فيها يعني الفرق يعني اللي كانت يعني ضدنا، اذا هي جات فرنسا اللي هي العدو اللدود ديالكم، اذا شنو غتشجعوا دابا حاليا؟ شنو غتشجعوا لمن كتقول المغرب اعداء، فرنسا اعداء، اذا لمن غتشجعوا؟ اذا بلا ديك التناقض وبلا يعني ديك الافكار اللي اصلا ما صلحاش، حيت الاعلام كيحاول حاليا يغرس يعني في الانسان يعني كما كان واحد النقطه اللي كتكبر بشويه بشويه. انت اصلا دابا كاع ما كتحس، وربما بقيتي كتحس حتى مثلا تقدر انت يعني غير مظهرا، يعني في المظهر ديالك تقول انا هذوك خوتي جزائريين هنا السياسه هي اللي فرقتنا، ولكن كون متاكد الاعلام كيلعب على واحد النقطه حتى غيبقى يكرهك بشويه بشويه هذاك الناس، وغتبقى تتمنى لهم الشر دائما، اما الخير دائما ما عمرك تتمنى له. هذا الشيء ما كيجيش بشويه، هذا الشيء كيجي يعني من بعد، يعني جيل ورا جيل، عام على عام. يعني مثلا شي نقطه ديال الماء كطيح مثلا نقولوا من شي بلاصه، هذيك النقطه ديال الماء ما تاثرش في واحد المده قصيره، ولكن غيبان التاثير ديالها من بعد واحد المده طويله، واخا يكون الصخر اللي كطيح عليه النقطه راه غيعدل واحد التاثير. اذا كذلك يعني هذا الاخبار يعني اللي دائما كيورونا الجانب السيء، هيدا كتلعب في النفس ديال الانسان وفي اللاوعي في اللا شعور ديال الانسان كتلعب عليه. وهذا الاعلام كيلعب على الجمع، على الجماعه، ما كيهضرش مع الفرد ابدا، كيهضر بصيغه الجمع. يعني بحال اللي انت هو اللي نشرتي ديك المنشور، او بحال اللي انت يعني كيهضر بالصيغه ديالك انت، يعني باش تحس، باش العاطفه ديالك تتحرك وتكره وتاخذ واحد الموقف ضد. يعني احنا حاليا الحمد لله يعني الشعب مع الشعب وكل شيء خوت، يعني كنقولوا خوت، ولكن مع المده غتلقى ان الجيل والجيل رجعوا اعداء، اعداء يعني يقدروا لدرجه انهم يتقاتلوا في اي لحظه. يعني الساعه في هذيك المرحله ما غيبقاش يدور الاعلام، غينسحب الاعلام وغيخلي الاجيال هي اللي تعارك بشويه عليهم، هما غير غيتفرجوا فقط. هذا هو الهدف حاليا، يعني كيشعلوا النار هنا والنار هنا، ولكن من بعد ما غيبقى والو، هما غيجلسوا في واحد البلاصه غيبقاو يصوروا في الطوائف كيتحاربوا بيناتهم. علم النفس، يعني علم النفس السياسي دائما كيركز على البعد، على واحد النقطه بعيده، ما كيركزش على اللحظه اللي انت فيها مثلا بغى ياثر فيك دابا، لا، هو كيهضر على 5 سنين 10 سنين حتى 20 سنه من فوق. يعني من بعد كيظهر النتيجه وكيظهر المفعول، والصعيب في ذاك اللحظه يعني باش تغير الامور كتكون ترسخات، يعني جيل ناض كامل بالافكار ديالو اللي فاسده كامله في الداخل ديالو، يعني ما عنده كيفاش يصلحها، يعني حتى بشي طريقه. هذا هو. يعني اذا المنتخب الحمد لله يعني فرحنا وفرح يعني جميع العرب، يعني كيفرحوا معنا المصريين السوريين اليمنيين حتى الاندونيسيين، يعني وشاركونا في الفرحه ديالنا، وبزاف ديال الدول يعني كيفرحوا وكيقولوا ملي كيشوفونا مثلا، كيشوفوا هاد الدول يعني العربيه كتحتفل مع بعضياتها، كيحسوا باللي باقي واحد الجمع، ولا باقا واحد اليد عربيه اللي يمكن في اي لحظه تتجمع. يعني غير الكره كتوحدهم، يعني غير لعبه وحدتهم راه ربما عطنوض شي قضيه راه تجمع العرب كاملين. اذا حنا علاش غنوريو لهم هذه النقطه الضعف، ولا غنوريو لهم هذه الثقبه كما كيقولوا منين يدخلوا؟ يعني انت غتجي واحد الدوله مجاوره وغتبقى طعن وما غتبقاش يعني غترجع ضد، يعني هما كيشوفوا هذه النقطه هذه ومن ثم كيبداو. ولكن ملي كيشوفوا كلشي متحد مع بعضو، يعني العرب كلشي كيفرح بحال اللي خوت، بحال اللي هما اللي ربحوا وهما اللي انتصروا، الساعه كيفكروا بزاف ديال التفكير، كيقولوا بصح بلي القلب ديال العرب باقي مجموع، غير السياسه اللي فرقاتهم. يمكن في اي لحظه وفي اي يعني مده زمنيه قصيره يمكن يرجع الاتحاد العربي وترجع يعني الامه العربيه مشموله
جميعًا. دمتم سالمين.